الله وبركاته. كيف الحال؟ الحمد لله. العسل. أسلم. بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا الكرام، أبدأ الحوار مع هذه الأسرة المسكينة التي جاءت من محافظة الحديدة من القناوص. مرض خطير، مرض جلدي خطير يأكل الوجه أكل. يعني كلما ظهرت للشمس كلما كانت المغامرة كبيرة جدا عليها. وأنت كيف حالك؟ الحمد لله. كم عمرك؟ 18. الله يخرجك يا بنتي. الله كريم. أسأل الله أن يفرج عنك يا رب بحولي وقوتي يا بنتي. الله كريم. بتعجبك هذا المرض؟ ها. أيوة. كم لك مريضة؟ مريضة 15. 15 سنة. ها. أول ما ظهر فيش المرض هذا. أيوة. لحد كل ما بديتي على الشمس تضايقي من الشمس. أيوة. يطلع دم على طول. أيوة. خيرة الله يا بنتي. تعرفتي في الحديدة؟ ها؟ تعرفتي في الحديدة؟ ما قالوا لك؟ قال سرطان. سرطان جلد. أيوة. هذا السرطان لا يرحم مشاهدينا الكرام. هذه البنت المكلومة جاءت من محافظة الحديدة، كما تلاحظوا المرض على وجهها. باقي جلدك هكذا كله؟ ها. صدرك؟ ها. ها؟ أيوة نجرح شوية. نجرح شوية ويديك. ها. وأفضل لك تدبري داخل من الشمس ولا كيف؟ أفضل لك تجلسي داخل؟ أيوة. لأن الشمس تبع زيادة. الشمس تبع زيادة؟ أيوة. خيرة الله يا رب يفرجها عليكم يا رب العالمين. أنا غير سبب يا بنتي إن أنا أقف معك وأساعدك، والناس كلهم إن شاء الله حيوقفوا معكم. سأعطي رقمك الآن للمشاهدين الكرام أينما كانوا والمشاهدين لبرنامجنا. سأقرأ لك الرقم لأنك اتصل بي. الرقم مشاهدينا الكرام لمن أراد مساعدة اسمك أنت؟ آمنة محمد علي. علي محمد. آمنة علي محمد من محافظة الحديدة. مرضها منذ 15 عاما، تعاني من سرطان الجلد. كلما تعرضت للشمس كلما ظهر المرض على وجهها وعلى بقية أجزاء جسمها، بحاجة إلى تدخل جراحي، بحاجة إلى عملية سريعة ومستعجلة. رقم الوالد علي محمد 711-520-771. أقسم بالله العظيم أنه في محلها. من ساعد هذه الأسرة ومن وقف معهم ومن بذل معهم جهده فإن الله سبحانه وتعالى سيقيه مصائب الدنيا والآخرة. انظروا إلى حالتها، انظروا إلى وضعها. وضعها صعب جدا. اخترناها من بين الحالات وصل تقريرها إلينا وقمنا بالواجب. الحقيقة هم لا يجدوا منزل في صنعاء، وإنما جاءوا عند أخ كريم يعرفهم منذ زمن، فطلبنا أن نسجل هذه الحلقة في بيته وفي ساحة منزله، ووافق مشكورا. أتمنى له كل الخير. وأنت يا ولد كيف ظروفك كلها؟ والله ظروفنا قاسية، يعني ظروفنا حتى من دون مرض. من دون الله انك صادق. والله انك صادق. يعني والله انك صادق. كل اصحاب تهامل بيعيشوا وضع بائس وحزين وفقير. راضين بما كتب الله، بس المرض على زي يد الناقص. صحيح. ماش معك مصدر دخل يا ولد ولا معك اي مصدر دخل؟ لا ما معنا شيء. زراعة ولا شيء ولا زراعة ولا أرض ولا شيء. ولا شيء. فقراء. كم لكم في صنعاء يا ولد؟ أنا في صنعاء الحين 3 شهور. 3 شهور. ونزلتوا في مؤسسة الشباب من أجل ترعى البنت هذه؟ نعمل عمليات ويرجع، عمليات ويرجع. طيب هي عمليات متواصلة. الجلد هذا عمليات متواصلة. أيوة صحيح. تنظيف ويخرب، تنظيف ويخرب، تنظيف ويخرب، ما يمسكش على طول. صحيح. يرجع يقوى ويجلس، نعمل عملية ثانية يجلس، وكلها مكلفة. كلها مكلفة. آخر تقرير وتكرروني لو تكرمت آخر تقرير. تقرير مع الخارج، مع تقرير من المستشفى. تقرير يقول: آمنة علي محمد مكين، العمر 17 عاما، المذكورة على تعاني من مرض جلدي مزمن، جفاف الجلد المسبق، وتحتاج إلى عدة عمليات جراحة في الوجه، زراعة جلد على مراحل، وقد أجريت لها عملية أولى، عملية زراعة جلد مع تنظيف الوجه. هذا العملية اللي جريتوها ولا عادي؟ هذا المبلغ، المبلغ هذا؟ الدكتور جرى لها عملية، أما حتى ندبر لنا المبلغ نطيرهم. هذا التقرير ما قد عملتوهاش؟ هذا نعمل لها عملية. ما قد عملتوهاش، بس هذا تقرير بالمبلغ. أيوة. المبلغ الإجمالي مشاهدينا الكرام 560,000 ريال، ما يعادل 8 مليون ريال. عمليات متواصلة، كل عملية تكلف إلى هذا المبلغ. كل عملية. كل شهرين
3 شهور يعملوا عملية مثل هذا كلفنها زي هذا المبلغ وأكثر. أنا أتمنى مشاهدينا الكرام أن أجد مواطن من الإخوة المواطنين المغتربين أو من يفعل خير أنه يتبنى هذا الوالد ويدي لهم مبلغ شهري يعيشوا عليه ويستمروا في العلاج عليه. يعني يجيهم طلاب الناس وطلب من الناس كل مرة وكل حالة وهم يطلبون مساعدة الناس. فأنا أتمنى من الله أن نجد فاعل خير يكرم هذه الأسرة ومبلغ شهري يعني يداوموا عليه ويعطيهم هذه الأسرة، لأنه معدمين، لا وظيفة لا حال ولا مال، ظروفهم صعبة جدا ويحتاجون إلى المساعدة. وأنا أطلب منكم فزعتكم مشاهدينا الكرام، أنت درستي يا بنتي؟ ما درستيش؟ ما بتجي مشتي إلى مدرسة وأنت هكذا؟ ما درست. ما درستش خالص؟ خالص. يعني ما ولدت والمرض فيها بوجهها؟ لا، وعمرها 2 سنين. أيوة. بدأت زي الرمادية من عيونها وطبعا نقط تنشل، وبعدين استمر يلا شوية. كان أختها باين زيها. وش أختها؟ أختها توفت عيونها طبعا وخربا عيونها وخرب وجهها كامل وخلاص، وكنا ما عاجزين ما نعمل لها أي حاجة. لما حتى طبعا عيونها وطارت كل حاجة وعن نشوف. الله ماتت. كم كان عمرها؟ كان عمرها 8 سنة. 8 سنوات. معك بنات غير البنت هذا؟ أيوة. بخيرات. بخيرات الحمد لله. ما بنتين هذه توفت.